يوم 9/5 اللي فات اتفاجئت بايميل من شركه فاي فاي، وكان نص الايميل ومضمونه ان هم عايزيني اعمل مراجعه لمايك من المايكات اللي هم بينتجوها. المهم دخلت على السايت الرسمي بتاع الشركه ولقيت عندهم حاجات جامده جدا، من ضمنهم المايك اللي معايا دلوقتي. عايز اقول لكم ان لولاكم الشركه ما كانتش كلمتني. الشركه كلمتني عشان شافت ان فعلا صانع محتوى مميز وعندي ناس بتدعمني. احنا 4000 واحد في القناه، بس دول عندي بالدنيا كلها. فانا بشكركم وربنا ما يحرمني منكم، ويا رب دايما اكون عند حسن ظنكم ونكمل مع بعض سنين وسنين. المهم من ساعه ما الشركه كلمتني وانا على نار، وانا على نار من يوم 9 مايو لحد يوم 22 مايو اللي هو اليوم اللي انا استلمت الشحنه فيه. كل ساعه تقريبا كنت بشوف الشحنه وصلت فين. اصله جاي لي من الصين، مش من موزع ولا وكيل محلي، فالموضوع ريسك شويه. بس الحمد لله وصل بالسلام، وانا خدت عهد على نفسي مش هفتح العلبه غير قدام الكاميرا، وقدرت اتغلب على فضولي لمده 12 ساعه. استلمته الصبح وجيت اصور بالليل. مش عايز اطول عليكم اكتر من كده. اللي ما يعرفنيش، انا كمبيوترانجي احمد وحيد، وبقدم محتوى عن عالم البي سي والتجميعات، وبعمل من المحتوى ده اتنين: يا فيديو هدفي الاساسي منه اديك معلومه تفيدك، او فيديو ترفيهي في نفس المجال. فاعمل اشتراك في القناه ولايك للفيديو، وانت تتفرج على فيسبوك فاعمل شير ولايك للفيديو. ما تنساش تخش على تيك توك بتاعي، هتلاقي فوق ال 50 فيديو فيهم حاجات فعلا هتفيدك. كل اللينكات تحت في اول كومنت. وبرضه باخد نظره كده على جروب الكمبيوترانجيه على التليجرام، هتنبسط. انا متحمس جدا. انا تعهدت ان انا ما افتحش العلبه غير قدام الكاميرا. انا بفتحها بالمقص، ما بفتحهاش بسكاكين. وشكل المقص مش عارف يقص، هو قطع حاجه. هو للاسف هو قطع العلبه، فمن الافضل ان انا ما اكملش بيه. مش مهم عادي عادي. خلت الشر وراحت او لسه ما راحتش. افتح يا عم بقى. دي مش عايزينها. واخيرا هي العلبه متدشمله، بس مش مهم، انا اهم حاجه عندي اللي جوه ده. المايك الفاي فاين امبلي جيم A8 او ال A8 مالتي كولر RGB لايتنينج فول فويس اند ليس نويز انستاند اند ايزي يوز. نعتذر عن بشاعه اللغه. البتاعه دي بتفتح منين؟ لا بجد انا ما اعرفش بتفتح منين. تمام. بص، هو الترابيزه بعيد وفي نفس الوقت في كاميرا فوق بتصور، بس انا بفضل ان انا افتحه قدام الكاميرا بتاعت التليفون لان هي اوضح. بس خلينا نفتحه كده. هنحطه كده بس قدام الكاميرا اللي فوق. تمام مالكوش دعوه بالشورت. اول حاجه اليوزر جايد. طبعا انا مش هحتاج منه اي حاجه خالص. بصوا انا مش هضحك عليكم، المايك ده انا عارف الفيتشرز اللي فيه او عارف المزايا اللي فيه وعارف هو بيعمل ايه كويس. المايك هيكون بيعمل ايه غير ان هو بيسجل؟ قصدي يعني انا عارف ايه الحاجات اللي في المايك نفسها، زي مثلا ان هو في زرار ميوت، زي مثلا ان انا اقدر اتحكم في الجين بتاع الصوت، او اقدر ان انا اسمع صوتي مباشر من المايك عن طريق المونيتور، عن طريق سوكت ال 3.5 مللي. الحاجات دي كلها انا عارفها عن المايك، مش هيبقى باين ان انا متحمس قوي لان انا عارف، ولكن انا متحمس ليه كمايك، وان ده يعتبر اول تعاون بيني وبين شركه، ودي حاجه بصراحه مفرحاني. اظن باين عليا ان انا فرحان. نفتح العلبه قدام الكاميرا اللي فوق. السفينه ده اوب في حاجات طلعت مع السفينه ده. المايك ذات نفسه. وبجد لا بجد يعني الانبوكسنج حكايه. لا والمايك كمان بيجي متركب في الستاند. هي دي حاجه ما كانتش تبقى صعبه عليا، بس حاجه كويسه والله. تحياتي الفاي فاين. الانطباع الاولي عنه يعني كوزن، لا تقيل. بالمناسبه اللي كان مكتوب على العلبه بتاعت البريد ان هو كان 3 كيلو، او هو مازال 3 كيلو، يعني ما اعرفش هل 3 كيلو بالتغليف وبالعلبه ولا ده وزن المايك بس لا ما اعتقدش المايك نفسه كله على بعضه 3 كيلو. كخامات مايك هو من البلاستيك، ولكن مش من البلاستيك الوحش خالص. القاعده بتاعته او الستاند بتاعه متينه جدا، وفي نفس الوقت وزنها تقيل، بحيث ان المايك لو اتحط على ترابيزه او غيره ما يتقلبش او ما يقعش. في مرونه في الحركه لما انت بتفتح زي ما تقول كده ايه، بتقفل دي وبتفتح دي، تلاقيه ابتدى يتحرك معاك بمنتهى السهوله. انا خايف والله اكسره. بس كده ما اعتقدش ان انا هحتاج ان انا افتح او اقفل دي كتير. المهم خلينا نحطه على جنب ونشوف بقيه مشتملات العلبه. عندنا الكابل المايكرو الكابل التايب سي. وللعلم انا اي شركه بتحط يعني سوكت تايب سي في اي حاجه هي بتصنعها انا بحترمها جدا، بكن لها كل الاحترام والتقدير. برضو من على العلبه عشان اكون صادق، قريت ان الكابل طوله مترين، وعلى ما اعتقد هو مترين وتقريبا اطول من كده، بس لا الطول مناسب جدا يعني. ده غير طبعا ان هو فكره ان هو تايب سي لوحدها دي حاجه عمليه جدا. خلينا بس نحطه في العلبه دلوقتي. في حاجه تانية في العلبه. عندنا البوب
فلتر عندنا البوب فلتر، بس هو جاي متطبق، ولكن هو مرن بالشكل الكافي اللي يخليني ان انا اعدله ويبقى ولا كأن في اي حاجه. عظمه انا عظمه. ودي اللي المفروض بتعمل ايه؟ ثانيه واحده، هي دي المفروض بتركبه في حاجه على ما اظن. دي بتركبه، انا مش عارف، انا بقول لكم انا هجيب الجايد وابص. انا فهمت دي بتاعت ايه. دي لو انا عايز ان انا اركبه على ارم، يعني انا مثلا عندي الارم بتاعت البي ام 800، بس انا فهمت هي دي عشان تركب هنا، بحيث ان المايك بالشوك ماونت بتاعته تركب هنا بمنتهى السلاسه عشان يركب على الارم. بطل لعب. زي ما قلت عندنا البوب فلتر تركيبه المفروض من اسهل ما يكون، بعيدا يعني عن التطبيقه دي مضايقاني على قد ما عدلتها على قد ما اقدر، بس متضايق، بس ما علينا، مفيش حاجه بتيجي بيرفكت يعني. المفروض ان هي كده ركبت، وده الشكل النهائي للمايك. لحد دلوقتي انا منبهر، يعني انا منبهر بالماتيريال، منبهر بالوزن بتاع القعده نفسه، اللي هو انا ممكن احطه، هات العلبه دي كده، انا ممكن احطه كده على الترابيزه عادي ما قلقش انه هيقع. الشوك ماونت متينه جدا، اللي هو مش سهل ان المايك يتهز. خلينا نوصله ونشوف. هنا الكابل تايب سي نركب، و ثانيه انا حالف اكسرها. تايب سي، اوعى الار جي بي يا معلم. جامد بامانه. المفروض البي سي لقطوا، الكمبيوتر لقطوا على طول وشافوا على انه فاين مايكروفون. الحاجه بقى اللي انا اساسا يعتبر ايه كان نفسي في المايك ده، عشان فين الهاند فري. المفروض المونيتور بتاعته اسمع منها، او المدخل بتاع 3.5 مللي بتاع الهاند فري اللي فيه بيتسمى مونيتور. المفروض ان ده بيخليني اسمع صوتي لايف مباشر، عشان اشوف الصوت بعيد ولا قريب، ولا لحد دلوقتي كده مش سامع حاجه. كده ابتديت اسمع لما قربت. البكره بتاعت الجين هنا معموله على الاخر، معموله على الواطي خالص، فهبتدي اعليها واحده واحده. الله، انا سامع نفسي يا جدعان. ايه الانبهار الغريب اللي انا فيه؟ دوس هنا يعمل ميوت، دوس هنا يفصل الميوت. ممكن نوطي الجين شويه، نوطيه كده يبقى معقول. طيب عايزين نشوف المدى بتاع التقاط الصوت. يعني انا هعلي الجين على الاخر واخلي المايك كده بعيد، اخليه بس كده بعيد على قد ما اقدر، وهستغنى بقى عن المايك اللي انا بسجل بيه حاليا. انتوا دلوقتي سامعين صوت المايك وهو على مسافه لا باس بها مني. عايز اقول لكم ده المايك الاساسي بتاعي خلاص، لان هو ريحني كتير. انا بالنسبه لي اهم حاجه في المنتج اللي انا بعمل عنه مراجعه، او الحاجه اللي انا بستخدمها، ان هي تبقى عمليه معايا. المايك اللافالير لما باجي استخدمه ما كانش فيه اي نوع من انواع العمليه، بالعكس ده كان متعب. يعني انا لو مثلا بصور ساعه، اقول في ربع ساعه منها ضايعه بسبب ان انا بحاول اظبطه في لياقه التيشيرت، ولازم له تيشيرتات معينه، ويفضل قميص، واللياقه ما اعرفش عامله ازاي، حوارات. وفي نفس الوقت انا بحب الحاجه اللي تتوصل تشتغل على طول، مش عايز اللي هو انا لسه ادور على حاجه اسجل بيها وبتاع. وبصراحه واجهت معاه مشاكل كتير جدا في كل الاجهزه اللي بسجل بيها عليها، سواء الكمبيوتر او الموبايل. بس بامانه المايك ده فعلا يعتمد عليه. انا بالنسبه لي شايف ان المايك ده مناسب جدا لصناعه المحتوى، سواء انت لسه بتبدا او حتى انت محترف بس بتحب ان انت تجرب منتجات. المايك ده هيعجبك جدا. انا ما اتكلمتش عن الفيتشرز اللي فيه كتير قوي، او ما اتكلمتش عن مزايا كتير. اول حاجه، انا اهم حاجه عندي زرار الجين، لان انا بحب ان انا اظبط الصوت بحيث ان هو ايه ما يبقاش عامل ديستورشن، بحيث ان الصوت ما يبقاش متضخم، الصوت ما يبوظش مني، ابقى سامع نفسي لايف. فممكن اقلل الجين عادي زي ما انا عايز، وبرده بيلقط. انا سامع نفسي كويس جدا وهو على مسافه قريبه مني. لو هو على مسافه بعيده بعلي الجين عادي، مفيش فيه اي مشكله، لكن هو يلقط اي نويز حواليا يعني. طبعا زرار الميوت ده بالنسبه لي اهم حاجه، لان انا واحد غاوي جيمنج، فبلعب اونلاين كتير، فبتكلم في ديسكورد، فعشان اعمل ميوت لازم اخرج من اللعبه وبعد كده اروح اعمل ميوت من الابلكيشن. فهنا هو وفر عليا المعاناه دي كلها بدوسه كده في صوت. بعد كده عندنا الزرار المتخفي ورا شويه ده، هو الزرار بتاع الار جي بي. وعايز اقول لكم هو مش زرار فعلي، هو بالنسبه لي انا، او بالنسبه لان انا شايفه قدامي تاتش. انت بدوسه بتغير، بدوسه تاني بتغير، بلمسه تعتبر مش بدوسه بتغير، بين تقريبا 7 الوان او 8 الوان مش عارف. المهم انت لو فضلت دايس عليه تقريبا بيطفي النور. بالظبط كده. طبعا انا الميزه المهمه بالنسبه لي قوي في المايك ده هو المونيتور بتاعه، او ان انا بسمع نفسي. دي ما تفهم يعني، مش عارف اوصفها لكم ازاي. بتساعد صانع المحتوى في ان هو يبقى مركز في الكلام اللي بيقوله، زائد ان ايه، يبقى عارف الجين مظبوط، الصوت عالي، الصوت واطي، الصوت عامل ديستورشن متضخم. انا وطيت الصوت على الاخر، انا كده عليته. يعتبر من ضمن عيوبه، او هي مش عيوب، هي دي حاجه ممكن الشركه تعملها فيما بعد، ان المايك ملوش سوفت وير.
يعني انا عملت سيرش سريع عليه كده ما لقيتش ان المايك ليه سوفت وير. فاتمنى من الشركه ان هي تركز على الموضوع دوت. السوفت وير هيعمل ايه؟ ممكن يعمل مزامنه. لو انت مثلا عندك كيسه فيها ار جي بي، ممكن يعمل مزامنه مع الار جي بي بتاع الكيسه بحيث ان يبقى شكل السيت اب حلو. ممكن كمان يبقى فيه نظام نويز كانسليشن. بالنسبه لجسم المايك زي ما انا ما اتكلمت في الاول، هو مش سهل ان هو يقع، بالعكس القاعده بتاعته حلوه جدا ومتينه جدا. بالنسبه لمدى التقاطه للصوت، انا دلوقتي قاعد بعيد عنه بمسافه يعتبر بالنسبه لي كبيره، تمام. سامع الصوت حلو، واتمنى برضو تكونوا انتوا كمان سامعينه كده. بس طبعا وانا معلي الجين على الاخر. هنحط في الحسبان ان احنا لما بنعلي الجين على الاخر اي دوشه بتتلقط. يعني لو اي حد عمل اي دوشه في الشارع هتتلقط في المايك فورا. فلو هو على مسافه قريبه منك، ممكن عادي توطي الحساسيه او توطي الجين بتاعه بحيث ان هو يبقى لاقط صوتك بس، ما يبقاش لايت اي دوشه تانية. الصوت اللي انتوا سامعينه ده كله من غير اي نوع من انواع الايديت. الحقيقه انا مبسوط بالتجربه دي ومبسوط بالمايك جدا. انا شخصيا هعتمد عليه من هنا ورايح في كل الفيديوهات، خصوصا ان انا كان حصل لي مشاكل كتير في الصوت والكلام ده كله. وقلت قبل كده كتير ان اهم حاجه في صناعه المحتوى بعد المحتوى نفسه هي كواليتي الصوت. سيبك من الصوره والكلام ده كله، حط نفسك مكان اللي بيتفرج. لو انت صانع محتوى، شوف انت هتستحمل ان انت تكمل فيديو بصوت وحش وصوره حلوه ولا العكس. انا بالنسبه لي ما استحملش. وبس كده، دي كانت مراجعه المايك الفايف فاين الامبلي جيم A8 او A8. هتلاقي لينك الشراء من علي اكسبريس تحت في الوصف، وهتلاقي لينك السايت بتاع شركه فايف فاين برضو في الوصف. ولو عندك اي استفسار عن اي حاجه تخص الشراء من خارج مصر من علي اكسبريس تحديدا، هسيب لك لينك جروب علي اكسبريس مصر على الفيسبوك. ما تنسانيش متابعه ولايك للفيديو والاشتراك في القناه، عشان فعلا الواحد بيتعب عشان يقدم محتوى يفيد بيه غيره. فتقديرك البسيط ده وكومنت حلو منك بيهون علينا التعب ده كله. هتلاقي في اول كومنت تحت لينكات لكل اكونتاتي تيك توك انستجرام فيسبوك، تابعني عليهم لو حابب. ولينا جروب صغير كده باسم الكمبيوترنجي على التليجرام، نورنا هناك. اشوفكم على خير في فيديو جديد، وفولو الكمبيوترنجي. ثانيه، لا، فولو الكمبيوترنجي.